شاورما في عيش شامي وعيش سوري وكمان كايزر. المكان بتاع النهارده ده بيقول على نفسه ملوك الشاورما في مصر. الكلام دايما سهل، المهم الفعل. ما تيجوا نشوف. اول ما تقف قدام باب المطعم هتلاقي كميه عروض رهيبه. تعالوا نجرب شويه من العروض دي ونشوف تستاهل ولا لا. ده اول عرض 3 شاورما فراخ في عيش شامي معاهم بطاطس ومخلل وتوميه. الشاورما طعمها حلو قوي وحاطين معاها فلفل اخضر، ما اتضايقتش منه خالص. عندهم كمان عرض اسمه الملوك، بيكون 10 شاورما كايزر، انا اخدتهم 5 فراخ و5 لحمه. كميه الشاورما كانت محترم قوي، والشاورما اللحمه كانت تحفه، بس كان ناقصها شويه طحينه. بس اللي ما ينفعش يتفوت عندهم الشاورما اللي في العيش السوري، ودي اكتر واحده عجبتني خصوصا اللحمه. لو بتحبوا الفته جربوا عرض السولو، فتة شاورما وبيجي معاها مشروب. الرز مستوي حلو قوي مع العيش المحمص، وتزود عليها بقى شويه توميه تعجبكم جدا. المفاجاه بقى انهم بيعملوا مشويات، وما كنتش متخيل خالص انها هتعجبني كده، وداخله كمان في العروض بتاعتهم. وبيعملوا منها صواني، ودي صينيه اسمها سداد، فرخه مسحب مع 5 كفته و5 شيش و2 كوبيبه و2 سمبوسه جبنه مع 2 لحمه، معاهم ورق عنب وبطاطس، ومن تحت فرشه رز. الفراخ طعمها حلو قوي مستوي كويس، ودي اكتر حاجه عجبتني، هي والكفته اللي برضو كانت حلوه قوي. انما الشيش بقى كان طري وطعمه حلو، والتتبيله بتاعته كويسه بس تقطيعته كانت صغيره شويه. ورق العنب عندهم كان بوم، ما تخيلتش انه هيعجبني قوي كده. المكان ده المفروض يتقال عليه ملوك العروض، كميه وسعر وطعم ممتازين. ده كان سداد فرع وسط البلد، وهم عندهم 7 فروع في مصر. منشن بقى صاحبك اللي هيشير معاك في العروض دي، وما تنساش تعمل لي فولو.